بيكم. النهاردة هنتعلم خطوة جديدة في الاكسل وهي النيم رينج، وازاي باخدك النيم رينج انا بستخدمه للمعدات السم افس والافريج افس والكاونت افس. ازاي اعمل نيم رينج ازاي؟ طبعا انا مش عايزه اعلم بقى زي الاول لما كنت بعمل عمود عمود واثبته وكده، لا انا عايزه بدل ما اعمل عمود عمود يبقى ايه، اخد رأس العمود بالظبط. يعني مثلا اخد السيلز، اخد البرودكت نيم. طب دي انا اعملها ازاي؟ عشان انا عاملاها قبل كده. فانا هضغط كده احدد الجدول كله، اقول له كنترول شيفت رايت، كنترول شيفت داون، حددت الجدول كله. وهاجي من عند الفورمولا هنا كده، وهضغط على كرييت فروم سيكشن. هو بيقول لي ديفايند نيمز، اقول له هنا بقى انا عشان عاملاها انا لازم اعلم على العمود بتاع التوب رو ده، اعلم عليه ومعلمش على الباقي، واقوم اقول له ايه اوكي تمام. طيب انا هشتغل بقى، انا عايزه من الصم افس دي اعمل بشروط معينه. يعني ايه؟ يعني انا اقول له عايزه تجمع لي السيلز بتاعي بشرط البرودكت بس من لما يجي اكبر من التاريخ بتاع الفروم ده، يبتدي اكبر من او يساوي التاريخ ده، واقل من او يساوي التاريخ ده. ماشي. طيب نعملها ازاي؟ انا هقول ايكوال كده sum ifs، وهفتح قوس. هعمل ايه؟ هختار السيلز، ادي السيلز اهي، اقوم ضغط عليها كليكتين. تمام. بص حدد لي العمود بقى كله. انا ايه، واقوم قايل له اعمل له كوما. بعد ما اعمل كوما اقول له برودكت نيم، اختار اسم المنتج. تمام. طيب وبعد كده هعمل كوما واختار اول خليه انا عايزاه بشرط الخليه دي بتاعه المنتج ده. تمام. وبعدين هعمل كوما، وبعدين اقول له الانفويس الديت بتاعتي، الانفويس ديت اهو. انا عملت الايه، البرودكت نيم. تمام. وعملت كوما، بعد كده هختار الانفويس ديت اهي، علم عليها. وبعد الانفويس ديت اعمل ايه بقى؟ بعد ما اختار الانفويس ديت اعمل كوما كده، واقول له تو كوتيشن اكبر من او يساوي، اكبر من او يساوي تو كوتيشن تاني، تو كوتيشن. بعد ما اعمل اكبر من او يساوي تو كوتيشن هقول له and ديا، واقول له التاريخ ده، وبعدين اثبته باف ايه 4. تمام. وبعدين هعمل كوما، وبعدين اقول له باخدك انفويس ديت، هختارها اهي، واقول له اعمل كوما، واقول له تو كوتيشن اصغر من او يساوي تو كوتيشن and الخلية دي التاريخ ده، واثبته باف ايه 4، واقفل القوس بتاعي واقول له انتر اهو، جابهولي اهو. اول ما اعمل اوتو فيل كده نزلها لي كلها. طيب ازاي بقى اعمل الافريج افس؟ ازاي اعمل الافريج افس؟ نكبر كده عشان نعمل ايه المعادله بتاعت الافريج افس. هقول له ايكوال واكتب افريج اهي افريج افس، وافتح قوس. فالافريج افس بقى هختار الايه السيلز، ادي السيلز اهي، واعمل كوما. بعد السيلز اختار باخدك البرودكت نيم اهي. بص طلعت لي بقى مش محتاجه، هو بيعلمني جاهز على الاعمده. وبعدين اقول له كوما، وهختار اسم المنتج بردك اهوت، وهقول له كوما. تمام. بعد ما اختار اسم المنتج هقول له الانفويس ديت اهي، واعمل كوما، وهقول له تو كوتيشن
ايه اكبر من او يساوي تو كوتيشن and التاريخ دوت واثبته باف 4 منساش، وبعدين هعمل كوما واقول له انفويس ديت بردك، وبعدين اقول له كوما واقول له تو كوتيشن اصغر من او يساوي تو كوتيشن and التاريخ دوت واثبته باف 4 واقفل الايه القوس بتاعي واقول له انتر. جاب لي الافريج افس بالشروط بتاعتي. مجرد ما اعمل اوتوفيل كده يجيبها لي، ينزل لي الباقي. ادي عملنا الافريج افس. طيب تعالوا نعمل الكاونت اف اللي هيحسبها، هيعد لي بشروط معينه اهي. نكبر شويه بس كده عشان اعمل الكاونت افس. هقول له ايكوال كاونت افس اهي. اضغط عليها تكتين. هختار ايه بقى في الكاونت افس؟ البرودكت نيم. انا هعمل على البرودكت صح، يبقى انا هقول له البرودكت نيم اهي، وبعدين اعمل كوما. بعد ما اعمل البرودكت نيم هختار اول خلية من البرودكت اهي تمام، واعمل كوما. وبعدين بعد ما اختار اول خلية من البرودكت واعمل كوما اقول له انفويس ديت اهو التاريخ بتاعي، واعمل له كوما واقول له تو كوتيشن اكبر من او يساوي تو كوتيشن and التاريخ ده واثبته باف 4 تمام ماشي. وبعدين كوما اقول له انفويس ديت بردك اهي الانفويس ديت تمام. وبعدين هقول له كوما، وبعدين اقول له ايه تو كوتيشن اصغر من او يساوي تو كوتيشن and التاريخ دوت واثبته باف ايه 4 تمام، واقفل القوس واقول له انتر اهو. شفتي جاب لي اهو المنتج ده اتباع كام مره؟ عدده 4 مرات في خلال الفترات دي. واعمل توكوتيشن اعمل اوتو فيل كده جاب لي كل حاجه اهي، جاب لي الكاونت افس العدد تمام كده. يبقى احنا عرفنا النهارده يعني ايه نعمل نيم رينج، والنيم رينج دي فايدتها ايه، وبناء عليه نعمل ازاي بقى نستخدم فيها السام افس، افريج افس، كاونت افس. لو في اي سؤال او نقطة مش واضحة اكتبولي في التعليقات وانا هرد عليكم ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان نكمل مع بعض سلسلة الاكسل من بداية للاحتراف.